السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. واسمحوا لي أن أستهل كلمتي مباشرة بكلمات لشعبنا الأبي الزكي، للشعب الليبي الذي يتعرض الآن لإبادة وحشية ظالمة غاشمة. أخاطب هذا الشعب الأبي، شعب الجهاد وشعب المقاومة، أخاطب أحفاد عمر المختار، وأقول لهم: أيها الأطهار، أيها الأبطال، أيها الأخيار، اثبتوا واصبروا، فإن الله تبارك وتعالى ناصركم بإذنه جل جلاله، والأمة كلها معكم بقلوبها ودعائها. ويعلم الله كم أتضرع إلى الله عز وجل في جوف الليل طوال الليالي الماضية بالدعاء أن ينصركم الله سبحانه، وأن يثبتكم، وأن يرحم شهداءكم. أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، وأسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. واختيار الله تبارك وتعالى للشهداء أمر عظيم، أمر كبير جليل، فلا ينبغي أن يحزن من صفت نيته وطهرت سريرته، ثم اصطفاه ربه تبارك وتعالى ليلحقه عنده جل جلاله بالشهداء. فشهادتي لأولئك إن شاء الله تعالى الصابرين الثابتين الذين ما خرجوا إلا نصرة للحق ومطالبة بالحق والعدل ودفعا للظلم. شهادتي لهم أن الله تبارك وتعالى ما دامت نياتهم صادقة خالصة، شهادتي أن الله جل وعلا سينصرهم وسيؤيدهم وسيمدهم بمدد من عنده. وكلمتي للجيش الليبي: سعدت كثيرا حين أعلن قائد ووزير الداخلية الليبية بالأمس، حين أعلن استقالته وانضمامه للشعب الليبي الأبي الزكي. وسعدت كثيرا بكلمات هذا الضابط والقائد في وحدة من الوحدات العسكرية الذي انفصم عن هذا النظام الظالم الغاشم وانضم إلى قوات، إلى الشعب الأبي الليبي المجاهد المكافح. نعم، أنا أحذر إخواننا من أفراد الجيش الليبي أن يوجهوا الطائرات والمدافع والدبابات والرصاص الحي لآبائهم وإخوانهم وأبنائهم، وأقول لهم: احذروا، والله لن ينفعكم كرسي زائل ولا منصب فان كيف تلقى الله عز وجل ويدك ملوثة بدماء الأبرياء، بدماء آبائك وإخوانك وأخواتك. ألم تقرأ أخي قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن وجهت إليك الأوامر أن تقتل إخوانك بدم بارد فلا تفعل ولا تستجب، واعلم بأنه لن ينفعك القذافي ولا أعوانه ولا إخوانه. اعلم بأنه لن ينفعك إلا ما قدمت يداك. لا تطع أمرا يأمرك فيه هذا النظام الظالم بقتل إخوانك وآبائك وأولادك. هذا ظلم بشع، هذا ظلم بشع. إن خرجت الشعوب الآن تطالب بحقوقها تفتح عليهم أبواب جهنم من هذه الأنظمة الظالمة الغاشمة الفاسدة الكاسدة. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ورسالة القذافي واضحة: تنحى واحقن دماء أولادك، واحقن دماء شعبك الأبي الزكي. قلتها صريحة لمبارك، وأقولها اليوم صريحة للقذافي الذي فتح النار بهذا الجنون وبهذا السفه على أهله وعلى شعبه. أقول له: تنحى حقنا للدماء. أنت أوشكت أن تلقى الله جل وعلا، فلا تلقى الله ويدك ملطخة بمزيد من دماء أولادك وأبنائك وإخوانك. ألم تقل مرارا وتكرارا بأن السلطة للشعب الليبي؟ ها هو الشعب الليبي قد خرج بعشرات بل مئات الآلاف في كل المدن تقريبا يطالبك بالتنحي ويطالبك بالرحيل. لماذا لا تستجب لسلطة الشعب؟ لماذا لا تستجب لسلطة الشعب؟ هذه اللجان الشعبية الحقيقية تخرج لتطالبك بالرحيل.
التفصيل. لماذا هذا الكبر وهذا العناد؟ لماذا هذه العبودية للكراسي الزائلة والمناصب الفانية؟ والله العظيم الكل سيموت، الحكام سيموتون، والملوك سيموتون، والأمراء سيموتون. اعملوا ليوم تقفون فيه بين يدي الله جل وعلا، يوم لا ينفع كرسي زائل ولا منصب فان ولا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لطالما حذر العلماء والدعاة إلى الله من الربانيين الصادقين، لطالما حذروا من الظلم، والظلم يؤاخذ صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فالظلم ظلمات، الظلم ظلمات، كما قال رسول رب الأرض والسماوات: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يحقن دماء أولادنا وأهلنا في ليبيا، وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يقهر الظلم وأهله في ليبيا وفي كل مكان على وجه الأرض. آن الأوان ليتنسم أهل الأرض من الشعوب المعذبة المقهورة نسيم الحرية، نسيم الكرامة، نسيم العزة، نسيم الإباء. يتهم كل من ينادى بهذا طيلة السنوات الماضية بأنه سفيه، وبأنه يعمل لأجندة خاصة، وبأنه عميل، وبأنه خائن، وبأنه مثير للفتنة إلى غير ذلك. ونسي هؤلاء الذين يثيرون مثل هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. كفانا تخذيلا وخذلانا، كفانا تخذيلا وخذلانا، كفانا تخذيلا وخذلانا. فلنقل قولة الحق التي ترضي الله جل وعلا، التي ترضي الله جل وعلا. ونحن على يقين مطلق أن الأعمار بيد الله، وأن الأرزاق بيد الله، وأن الضر والنفع بيد الله. فلتقلها إرضاء لله سبحانه وتعالى، بلا اتيكيت فكري، بلا دبلوماسية حوار، بلا لف أو دوران، بلا خداع أو ضلال أو تضليل. سئمنا اللف والدوران، وسئمنا الخداع، وسئمنا العمل للحسابات الشخصية، وسئمنا العمل للمجد وللزعامة الفردية. كفانا تأليها للبشر. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. والله ثم والله، وقد قلت ذلك مرارا وتكرارا: كل شخص تعتز به دون الله سيجعله الله سبب ذلك وهوانك في الدنيا والآخرة. كل شخص تعتز به دون الله سبحانه سيجعله الله سبب ذلك وهوانك في الدنيا والآخرة. فلا تعتز إلا بربك، ولا تثق إلا في ربك، ولا تعمل إلا لآخرتك، فالموت آت لا محالة. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم، إلى كم يا أخي الوهم؟ تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسير في السهو وتختال من الزهو. أنا المجد ناقص يقول أنا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو. كأن الموت معا، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. نعم، إذا خرجت الشعوب يجب على الحكام أن يسمعوا لشعوبهم، لكنني لا أوافق أبدا على هذه المقولة التي تتردد: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لا ينبغي أن نردد هذه الكلمات التي تصطدم مع عقيدتنا ومع قيمنا وأخلاقنا وديننا. نعم، لا يجوز مع العواطف والانفعالات أن نزل في
العقيدة، وإنما يجب أن تعرض مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات على العلماء الربانيين والدعاة الصادقين حتى لا نخطئ في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الحق وإلى العدل، لنكون أهل لتمكين الله ولنصرة الله ولعزة الله ولاستخلاف الله سبحانه وتعالى. فالقدر إنما هو قدر الله جل وعلا، لا إرادة للقدر ولا مشيئة للقدر، إنما القدر من مشيئة الله ومن إرادة الله. فإذا قدر الله شيئا فلا بد أن يقع هذا الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسأل الله أن يقر أعيننا بالنصر لإخواننا في ليبيا وفي كل مكان يشعر فيه المسلمون بالظلم والقهر والكبت، إنه ولي ذلك والقادر.